فتوح فتوح فتوح. بعد اللي حصل ما بين فتوح واداره الزمالك احب اكد لك بنسبه 80% فتوح في الاهلي. طب واحد يقول لي يا حوده ليه مش 100%؟ هقول لك ان في ناديين عايشين معانا على الكوكب، زد وبيراميدز. طيب يا عم النجم، دلوقتي فتوح جه الاهلي، هل هيفيد الاهلي ولا هتبقى صفقه جمهوريه وتثير الجدل؟ وقبل ما تجاوب، فين مبادئ النادي الاهلي؟ هجاوبك انا على موضوع المبادئ ده. الاهلي اول ما عرف ان فتوح متحول للتحقيق وقف المفاوضات. ثانيا، والاهلي ماله؟ اللاعب النادي بتاعه عرضه للبيع. نرجع بقى، هل فتوح هيفيد الاهلي ولا لا؟ يعني انتوا كده اخدتوا امام عاشور وفتوح. اقول لكم بالمره، خدوا زيزو وتبقوا عملتوا باكج منتخب مصر. ويجي يقول لك مبادئ ايه يا ابو مبادئ؟ بيسرقوا نجوم جاهزه، مش عارفين يطلعوا نجوم من عندهم. نسرق ايه بس يا ابني؟ والله انت غلبان حبيبي، انت ادارتك فاشله، والدليل على كده انت مشيت مصطفى محمد وفرجاني ساسي وبن شرقي وطارق حامد وابو جبل. رحت عوضت بمين؟ قول لي انت عوضت بمين؟ عوضت بسامسون، مصطفى شلبي، دونجا والسيسي، محمد صبحي. ورحت جبته عمر جابر من بيراميدز ب 15 مليون. سمسره يا جماعه، سمسره وش. فاقعد بقى يا حبيبي واسمع، هل فتوح هيفيد الاهلي ولا لا؟ جماعه ممكن فتوح ما يفيدش الاهلي. ليه؟ فتوح هيجي هيلعب على افضل محترف في تاريخ مصر، مش ببالغ، افضل محترف في تاريخ الاهلي. علي معلول لما كان 26 سنه كان بيطير. فتوح حاليا ما بيعملش 50% من اللي كان معلول بيعمله، عشان ندي كل واحد حقه. بس ممكن فتوح ما يأديش زي معلول كان بيأدي. علول كبر في السن دلوقتي، ولكن برضه عقليه علول غير عقليه فتوح. انا مش بقول لك انه هيفشل، ولكن ممكن ما ينجحش. بص يا صاحبي، هل فتوح هيفيد الاهلي؟ هيفيد الاهلي. حرفيا الاهلي دلوقتي ما عندهوش اللاعب اللي بيعرف يقف على الكوره. هات لي لاعب واحد مهاري في الاهلي. انا راجل اهلاوي، ما عنديش ولا واحد مهاري في الاهلي غير احمد عبد القادر ومقعدك. فتوح هيفيد الاهلي في الحته المهاريه، وهيفيد الاهلي في الحته الباك الشمال البدنيه، هيروح وهيجي. ولكن فتوح مش هجوميا زي معلول، فتوح اقل من معلول هجوميا. فتوح مش هيعرف يعمل لك كروس، مش هيعرف يعمل لك عرضيه، مش هيبقى مفتاح لعب في الهجوم غير لو وظفته توظيف غير الباك الشمال. علي معلول ما شاء الله عليه. وفتوح هيفيد الاهلي، ولكن مش الافاده اللي هي، لان فتوح جاي يعوض الغالي. بس يا باشا، لو عجبك الفيديو لايك، فولو، تعليق حلو، واكسبلور. ولو دخلت عندي على اليوتيوب خش على الاكونت، هتلاقي اللينك في البايو. حوار تاني بقى على اليوتيوب. سلام.